ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير وبألف صحة. جايبه لكم النهارده طريقه عمل الملبن بالسوداني وجوز الهند. طبعا اول حاجه احنا بنعملها، بنجيب كوبايتين سكر على كوبايه وربع ميه على نص ليمونه. بنخلط ده، بندوب السكر كويس في الميه وبعد كده بنزود الليمون ونقلب. نفضل نقلب فيه كده لغايه ما نحس ان الشربات بتاعها ابتدى يعني يتقل شويه. طبعا ضفنا اللي هي الفانيليا. بنجيب ايه بقى؟ بنجيب كوباية ونص سكر، كوباية ونص نشا، على كوباية إلا ربع مية، ونيجي خالطين الجزء ده اللي بالنشا فوق العسل بتاعنا اللي احنا عملناه، ونفضل نقلب كتير كتير كده ونوطيله النار لغاية ما نحس ان بقى ابتدى يتقل معانا. تمام. اول ما يبتدي يتقل معانا كده شويه، طبعا احنا بنزود اللون اللي احنا عايزينه، اي لون، او بنسيبها بيضه زي ما احنا عايزين. انا زودتها لون احمر. وبعد كده اول ما تقلت معانا خالص بقى وتماسكت جامد معانا، ابتدينا نعمل ايه بقى؟ ابتدينا نحط حته زبده الاخر صغيره. كنا بقى محمصين قبلها السوداني، يعني مش تحميص قوي يعني، لا، يعني بسيط كده يعني. ونيجي حاطين السوداني الاخر على الخليط ده، اخر حاجة احنا بنعملها بعد ما بنطفي النار. نطفي النار ونيجي مزودين السوداني. وطبعا بعد شوية بنيجي فردين بقى الخليط كله زي ما هتشوفوا كده. هي دلوقتي خلاص يعني، انا طفيت النار كده وزودت السوداني وحتة الزبدة. هنفرده على صاج كده، متعص حتة زبدة أو شوية زيت لغاية ما تبرد معانا. هنبتدي نضيف جوزة الهند ونلفها بجوزة الهند ونقطعها لقطع صغيرة. طالعة في منتهى الجمال. أتمنى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.